تعرف ايه الفرق بين برومت عادي بتكتبه وبين سيستم اي اوتوميشن كامل بيتكتب من خلال برومت واحد؟ الايجنت او الورك فلو اللي بتبنيه من خلال حاجه زي انت ان او كلود كود محتاج برومت مكتوب بطريقه معينه عشان يشغل السيستم ده كله صح. في الفيديو ده انا هعلمك السر اللي بنكتب بيه البرومت اللي يشغل اي ايجنت او اي سيستم ورك فلو في العالم. ازاي تحول البرومت بتاعك من نص ثابت وممل لسوفت وير ذكي بيقدر يستقبل كل البيانات وعنده ميموري او ذاكره بيفتكر بيها اي حد كلمه قبل كده. يلا بينا النهارده اول فيديو ندخل في ليفل الاي اوتوميشن والسيستمز. اهلا بيكم في الفيديو الثاني من ليفل 3 في الكورس ده، الفيديو رقم 8. وفي الفيديو ده احنا فعلا بدانا نخرج من دايره البرومت شويه وندخل في ازاي نستخدم البرومت ده في السيستمز والايجنت. كل اللي فات كان بنتكلم في صلب البرومت نفسه، ازاي تكتب نص ثابت يطلع لك النتيجه اللي انت محتاجها. النهارده بقى هنتعلم ازاي نستخدم النص ده جوه منظومه اذكى ونبني بيه سيستم كامل. ففي الفيديو النهارده هنشرح حاجتين اساسيين جدا وهما الفاريبلز او المتغيرات والسيستم اللي بيشتغل بالفاريبلز دي. فخلينا ما نضيعش وقت ونروح على طول على السبوره نشرح ونشوف هنوصل لايه. طيب دلوقتي تعالى نشرح مع بعض الفاريبلز او المتغيرات. في ناس كتير جدا من الموضوع ده بيلخبطها، بس صدقني هو ابسط ما يكون. فاريبلز اصلا ملهاش علاقه قوي بالبرومت بذات نفسه، يعني هي حاجه في التفكير المنطقي اللوجيك او في اساسيات البرمجه. فلو انت حد متعلمها من اساسيات البرمجه الموضوع هيبقى بالنسبه لك سهل جدا. لو انت حد ما تعرفش يعني ايه فاريبلز اول مره تسمع عنها فما تقلقش، انا هحاول ابسطها لك واشرحها لك بقدر الامكان. فاريبلز ترجمتها بالعربي هي متغيرات. من اسمها كده هي حاجه مش ثابته، هي حاجه بتتغير. طب يعني ايه بتتغير؟ هقول لك. يعني مثلا انا دلوقتي لو كتبت معادله مثلا x زائد y بيساوي 5، الاكس والواي هنا عندي هما متغيرات. فمثلا ممكن x تطلع ب3 فهنا y لازم هتطلع ب2 علشان تساوي 5. طب ما ممكن الاكس تطلع ب2 والواي هتبقى هي اللي ب3 فهنا هتبقى ب5. طب ما ممكن اصلا x هتبقى ب2.5 فواي هي كمان هتبقى 2.5. انت عايز توصل لايه يا احمد؟ عايز اوصل ان x وواي دول مش رقم ثابت، مش عشان هما مجموعهم ثابت فمعناها ان هما رقم ثابت، لا هي فاريبلز او متغيرات. تمام، احنا كده وصل لنا فكره المتغيرات. لما بتيجي تكتب برومت بيبقى عندك نوعين من البرومت، حاجه اسمها هارد كود وحاجه اسمها تمبلت. هارد كود ده اللي هو برومت ثابت ما فيهوش اي نوع متغيرات وهو مهمته حاجه واحده بس. كل مره بنعمل ران للبروجكت او ران للايجنت هو بياخد الهارد كود او البرومت اللي احنا كاتبينه بس، ملوش دعوه بمتغيرات او تمبلت. طبعا ده نادرا جدا ما بنستخدمه في الاي اوتوميشن، لان انت كل شغلك تقريبا لازم يبقى فيه فاريبلز ومتغيرات والا مش هيبقى سيستم قابل للتكرار او سكيلبل. التمبلت بقى هنا على العكس، هو بيبقى برومت برضه هارد كود بس في اماكن للفاريبلز او المتغيرات زي ما هنشوف مع بعض قدام. طيب لو انت عايز تحجز مكان للفاريبل بتاعك جوه البرومت هتحجزه ازاي؟ عندك نوعين من الاقواس اللي هو كده او كده. اي نوع من الاقواس ده بتكتبه داخل البرومت بتاعك، برضه هنشرح كل ده عملي ما تقلقش، بس ده اللي انت بتكتبه جوه البرومت بتاعك علشان الايجنت يبقى قادر يفهم ان المكان ده محجوز لمتغيرات لسه هتتحدد بعدين. طيب هديك مثال للفاريبلز عشان تفهم قصدي. وليكن مثلا احنا بنعمل سيستم ايميل اوتوميشن ان هو بيبعت ايميلات لناس كتير جدا متسجله اصلا عندنا في قاعده بيانات. فانا هنا كاتب له اكتب ايميل ليه ده فاريبل او نيم اسم الشخص. الهدف من الايميل هو بيع برودكت او اسم المنتج، اتكلم بنبره تون. الحاجات دي كلها النيم والبرودكت والتون هتبقى متسجله اصلا عندنا في قاعده بيانات قبل كده. فالايجنت بتاعنا هيعدي على قاعده البيانات دي صف بصف بصف، كل صف من هنا هياخد البيانات اللي موجوده فيه ويغيرها بالفاريبل ده قبل ما يروح يبعت الايميل. يعني مثلا اول صف عندنا هو اسمه احمد، فالاسم ده او خانه نيم هيبقى مكانها احمد. الهدف هو بيع البرودكت، انا عارف ان احمد مهتم بالمنتج اللي هو مثلا نضاره، فانا هروح ابيع لاحمد النضاره دي عشان انا عارف ان هو مهتم بيها، فالفاريبلز هنا حلت محلها. اتكلم بنبره تون، انا مثلا عندي تون فريندلي، تون بروفيشنال، كل واحد ليه التون او النبره اللي انا بتعامل بيه على اساس مثلا هو سنه كام سنه، مهنته ودايرته منطقته كل الكلام ده، فانا عارف التون اللي هتعامل بيها. فمثلا التون بتاعت احمد مثلا هتكون فريندلي. فهنا الاوتوميشن ده او النص ده كله احنا عملناه ممكن يعدي على 1000 شخص. تخيل 1000 شخص البيانات بتتكتب اوتوماتيك من غير ما انت تتدخل. تخيل دي لو بتتعمل مانوال مثلا، كل واحد او موظف هيمسك التيبل بتاعتك او الجدول هيعدي على كل واحد يغير البيانات دي بايده. اكتب ايميل لاحمد، لمحمد، لحسن، الهدف هو بيع كذا كذا كذا، اتكلم بنبره كذا كذا كذا. كل ده هياخد وقت طويل جدا. كل ما زاد عدد الناس اللي في الداتابيس كل ما زاد الوقت والمجهود واكيد التكلفه للموظفين اللي انت بتدفعها. انت ممكن بسيستم الاوتوميشن تعمل كل ده ومش فارق معاك التيبل دي فيها كام عدد، ما هو كده كده الاي اي هيعدي عليهم كلهم واحد واحد يعمل كل ده. هنا في نصيحه مهمه جدا لازم تبقى واخد بالك منها، ان كل حاجه دايما كل فاريبل انت بتعمله او بتسميه دايما سميه على حسب الحاجه اللي هو بيرمز لها فعلا. يعني لو ده اسم شخص سميه مثلا نيم، بيرسون نيم، كلاينت نيم. ده منتج هتسميه مثلا برودكت، حاجه ليها علاقه. يعني ما تسميش ده فاريبل 1 فاريبل 2 فاريبل 3. هتيجي بعد كده لما السيستم يكبر وانت بتختبره هتوه،
فاريبل 1 ده بتاع ايه اصلا. فدايما سمي كل حاجه بالحاجه اللي هي بترمز لها او بتشاور عليها. طيب احنا دلوقتي خلينا الاي اي يكتب لنا 100 ايميل مخصص ل 100 واحد مختلف باستخدام الفاريبلز والسيستمز اللي احنا شرحناها. السؤال هنا، هل انت هتاخد الايميلات دي كوبي بيست تبعتها لكل واحد من ال100 من ايميل الجيميل بتاعك؟ طبعا لا، ده كده مش اوتوميشن، انت كده ما وفرتش وقت. انت محتاج تول او اداه تشغل الايميل ماركتنج بيها، تاخد الشغل اللي انت بنيته ده وتدخله في ايميل سيكونس او في تسلسل معين تبعت من خلاله الايميل المخصص ده لكل شخص من الناس اللي انت خصصت لهم الايميل. هنا بقى بتيجي قوه اداه او تول زي system.io. لو ما سمعتش عن المنصه دي قبل كده، فهي حرفيا اللي بتجمع لك كل الادوات في مكان واحد. انا شخصيا بستخدمها في بناء ويب سايتس او بناء ايميل سيكونس او حمله ايميلات تتبعت لوحدها من خلال المنصه دي. كمان بدير فيها كل شغلي لان هي فيها كل الادوات اللي انا محتاجها في ويب سايت واحد او في موقع واحد، مش محتاج كل موقع يبقى بيعمل لي حاجه معينه. كمان مدمج جواها اي اي، فهو هيفيدنا احنا كمان في شغلنا، نقدر نأتمت كل حاجه من جوه الويب سايت ده. فعامه اداه system.io هتبقى مفيده جدا ليك. انا هسيب لك اللينك بتاعها في الديسكربشن، ادخل جربها وابدا فيها دلوقتي عشان تطبق الشغل او الشرح اللي احنا بنشرحه هنا. طيب هديك مثال تاني برضو بنستخدم فيه الفاريبلز علشان تبقى يعني اوسع افاقك او مداركك، تعرف اكتر استخدامات للفاريبلز. انت دلوقتي بتبني مثلا ايجنت بياخد اسم العميل والايميل بتاعه ورقم تليفونه، على عكس المثال اللي فات كنا بنعمل ايميل فكان عندنا اصلا في المثال اللي فات قاعده بيانات هي اوريدي البيانات كلها موجوده فيها، وظيفه الايجنت ان هو بيروح يسحب البيانات دي من قاعده البيانات اللي هنا. لا، احنا دلوقتي هنعكس الموضوع شويه، احنا عندنا قاعده بيانات بس هي فاضيه تماما ما فيهاش اي بيانات. وظيفه الايجنت هنا ان هو مش هياخد منها بيانات، لا هو هيروح يديلها بيانات. طب ده هيحصل ازاي؟ هيحصل من خلال البرومبت. احنا هنبقى كاتبين له مثلا خد الكلاينت نيم والايميل والفون نمبر، وبرده هنخزنهم في فاريبلز زي ما اتفقنا. كل فاريبل بيبقى بيعبر عن اسم الحاجه، يعني نيم هيبقى اسمه نيم، وهكذا مع الايميل والفون نمبر. فمثلا الشات بوت او الايجنت هيسال العميل اسم حضرتك ايه؟ هيقول له اسمي احمد، تلقائيا هيروح يخزن هنا النيم اسمه احمد خلاص. الايميل بتاعك الايميل بتاعي كذا كذا، هيخزن الفون نمبر كذا كذا. بعد ما يعمل كونفيرم او تاكيد يتاكد ان كل البيانات تمام مش محتاج يعدل حاجه، هنا الايجنت باستخدام حاجه مثلا زي init او make.com هيروح يعمل رو جديده، هيضيف رو هنا هيقسمها طبعا نيم وايميل وفون نمبر، هيكتب هنا البيانات اللي عندنا كلها. فانت كده عرفت 2 يوز كيز او استخدامين للفاريبلز. واحد ان انت بتروح تسحب اصلا بيانات هي اوريدي موجوده ومتسجله عندك، واحد انت عندك قاعده البيانات فاضيه تماما ما فيهاش اي حاجه، فازاي بتروح تسجل فيها البيانات. حاجه مهمه جدا برضو بالنسبه للفاريبلز ان دي بقى بالذات الاوتبوت بتاعها لازم تبقى مركز عليه جدا اكتر من اي اوتبوت تاني. طبعا انا اتكلمت كتير قوي على مدار الكورس ده ان انت لازم تبقى مخصص الاوتبوت يطلع بنتيجه شكلها عامل ازاي والفورمات بتاع الاوتبوت عامل ازاي، ولكن هنا بالتاكيد على فاريبلز فانت عندك نوعين من الاوتبوت فورمات. اول حاجه اسمها جيسون، تاني حاجه اسمها مارك داون. طبعا شكلهم هيظهر لك دلوقتي قدامك على الشاشه، ده شكل الجيسون وده شكل المارك داون. طب دول ايه ولا مهمتهم ايه؟ انا مش طالب منك تعرف دلوقتي اكتر من ان دول شكل لانواع تخزين الفاريبلز، بحيث ان انت لما تاخد البيانات بتاعتك من نود معينه او من ايجنت معين انت بانيه في init مثلا وعايز تبعت البيانات دي تخزنها مثلا وليكن في جوجل شيت، او زي ما شرحنا في المثال اللي فات انت هتسجل البيانات دي في قاعده بيانات. لغه البرمجه هنا او الاي اي اوتوميشن ما بيفهمش الكلام اللي هو مكتوب عادي سطر ورا سطر، ده هو بيفهم حاجه من الاثنين عشان يخزن المتغيرات دي، يا اما جيسون بالشكل اللي انت شفته يا اما مارك داون. فانت هنا ببساطه بتاكد جدا على الايجنت بتاعك او على الورك فلو اللي انت بانيه ان الاوتبوت فورمات بتاعه يطلع مثلا بشكل مثلا جيسون، فبحيث ان هو هيخرج هنا من الاوتبوت ده بشكل جيسون يروح هنا يتسجل في البيانات دي بالظبط بالترتيب بتاعك، كل حاجه في مكانها بالظبط. فده كل اللي انا عايزك تعرفه هنا دلوقتي ان الفاريبلز ليها 2 فورمات، يا اما جيسون يا اما مارك داون. اهميتهم ايه؟ اهميتهم ان انا لما باخدهم من المرحله دي او من النود دي علشان اسجلهم في مكان تاني يكونوا متخزنين بالاماكن الصح او بالترتيب الصح بتاعهم. تاني حاجه هنتكلم عنها في فيديو النهارده وهي الميموري. الميموري ده هو خط الوصل كده ما بين الحاجه اللي احنا لسه شارحينها اللي هي فاريبلز وما بين الحاجه اللي احنا لسه هنشرحها اللي هي سيستم، ده اللي بيربط ما بينهم. طب ميموري اصلا يعني ايه؟ ميموري يعني الذاكره، يعني الذاكره بتاعه الايجنت. انت عندك هنا نوعين من الميموري، شورت ولونج. الشورت ميموري دي اللي احنا بنسميها او بنطلق عليها اللي هي الذاكره القصيره. يعني انت دلوقتي بتتكلم مع الايجنت في الواجهه بتاعتك، الايجنت لازم يكون فاكر الحاجه اللي انا لسه قايلها له من دقيقتين، او مثلا لو انا سالت سؤال بعدين سؤال تكميلي الايجنت لازم يبقى فاهم ان السؤال التكميلي ده عايد على السؤال الاولاني. انا سالت سؤال تاني هنا، السؤال التاني ده عايد اصلا على السؤال الاول اللي انا لسه ساله له في نفس الشات من دقيقتين حرفيا. طبعا لو الايجنت مش فاهم دي او مش فاهم حاجه زي دي فده ان بروفيشنال وحاجه مش جاهزه ان هي تنزل في السوق او حاجه ان حد يجربها. وانا شرحت الموضوع ده بالتفصيل برضو في الحلقات اللي في الكورس قبل كده. فانت هنا فهمت يعني ايه شورت ميموري. طب يعني ايه لونج ميموري؟ ودي ايه علاقتها بالفاريبلز اللي احنا لسه شارحينها؟ لونج ميموري دي حاجه علشان تعمل كاستمايزيشن او بيرسوناليزيشن لكل الكلاينتس اللي بيستخدموا الايجنت او الشات بوت بتاعك، وهي ببساطه جدا زي ما انا شرحت لك ان احنا عندنا مثلا جدول فيه
فيه بيانات كل الناس اللي ممكن انها تتكلم مع الايجنت ده. فببساطه الجدول ده هيبقى فيه خانه زياده مثلا وليكن اسمها اي دي مثلا، فالاي دي ده فيه 0 1 2، كل كلاينت متخزن البيانات بتاعتي ليه اي دي. فانا مثلا الكلاينت احمد الاي دي بتاعي 0، فلما انا ادخل ابدا شات جديد مع الايجنت هيقول لي مرحبا مثلا ازيك، ممكن اعرف الاي دي بتاعك كام؟ انا هنا هقول له الاي دي بتاعي 0. طبعا الاي دي ده فاريبل متخزن في متغير او فاريبل، هو هنا هياخد الفاريبل ده 0 ويعدي على سيستم برومبت انا اللي كاتبه له، فيما معناه السيستم برومبت ده ان هو يروح يرجع للتيبل او للجدول بتاعي يشوف الكلاينت اللي الاي دي بتاعه 0 النيم بتاعه ايه والايميل بتاعه ايه والفون نمبر بتاعه ايه. ممكن طبعا ازود حاجات عن كده بس انا بديك مثال الاول. فهو بعد ما يرجع ويعرف البيانات دي كلها يبدا يرجع لي تاني مثلا هلو يا احمد، هو خلاص عرف اسمي من الاي دي 0. انا عارف ان الايميل بتاعك كذا كذا ورقم تليفونك كذا كذا ومثلا البرودكت اللي انت مهتم بيه كذا كذا، تحب نتكلم عن ايه النهارده؟ دي حاجه طبعا بتفرق بشكل رهيب في البروفيشنال بتاع البراند اللي انت باني له الايجنت، وكمان بتزود الكونفرجن ريت او نسبه المبيعات. فلو انا مثلا كاحمد كنت مهتم بتيشيرت معين حطيته مثلا في السله وما اشتريتوش، بعد كده رجعت اتكلم مع الايجنت تاني، هو عارف ان انا مهتم بالبرودكت ده من خلال بس الاي دي، من غير ما انا اقعد اشرح واقول له انا كنت عايز اشتري تيشيرت وكده، فهو خلاص عارف انا مهتم بايه، يبدا ان هو يقنعني ان انا اشتريه او يبدا يبيع. طبعا انا بديك مثال بس صغير علشان تفهم الفكره وتفهم موضوع الميموري ده كله ماشي ازاي. فاحنا هنا هلخص لك اللي انا قلته سريعا. انا عندي نوعين من الميموري، شورت ولونج. الشورت بتاع نفس الحاجه اللي اتقالت في نفس الشات من رسالتين ثلاثه فاتوا، واللونج دي بيبقى فيها عمليه برمجه شويه او اوتوميشن شويه، ان هو من خلال اي دي او من خلال اي حاجه انا بديها له بيرجع يروح يجيب لي البيانات اللي كانت متخزنه عني انا كاحمد في قاعده البيانات بتاعه الشركه دي، بحيث ان هو يقدر يخصص لي الشات لحاجه مناسبه ليا انا. طيب انت كده في فيديو النهارده عرفت يعني ايه فاريبلز، وعرفت كمان يعني ايه ميموري، وعرفت ان الميموري ليه نوعين الشورت واللونج، وكل الحاجات دي مع بعض تحت دايره واحده اسمها سيستم. انت علشان تبني سيستم لازم تبقى بتعرف تكتب برومبت كويس جدا، لازم تبقى عارف تستخدم الفاريبلز او المتغيرات ازاي، سواء مثلا زي المثال الاولاني اللي انا اديته لك ان احنا عندنا قاعده بيانات بناخد منها بيانات، او عندنا قاعده بيانات فاضيه وبنحط لها بيانات. والميموري لازم تبقى عامل لها كاستمايزيشن كويس جدا سواء للشورت او اللونج، كل ده بيندرج تحت كلمه سيستم. فعليا السيستم ده هو الحاجه اللي انت بتروح تبنيها على N8N. في N8N انت بتبقى خلاص عندك الفكره بتاعت المشروع، وليكن مثلا ابسط مشروع هو كاستمر سبورت اي اي ايجنت، فانت بتبني حاجه اسمها نودز. النود دي بتسلم للنود دي، والنود دي بتختار يا اما تروح للنود دي يا اما النود دي. كل الحاجات دي على N8N اسمها سيستم. انت ما تقدرش تبني سيستم من غير ما تبقى متعلم برومبت انجينيرنج، ومن غير ما تبقى عارف الفاريبلز بتستخدمها في ايه والميموريز بتعمل لها كاستمايزيشن وتستخدمها ازاي. فلو انت ماشي معايا من اول الكورس بالترتيب ووصلت لهنا، فانت بقى عندك امكانيه دلوقتي ان انت تبني سيستم كامل بNetN او Make.com او زابير او اي AI ايجنت من خلال البرومبت ومن خلال الحاجات اللي احنا اتعلمناها مع بعض. كده انا شرحت لك كل حاجه في فيديو النهارده، يلا نرجع تاني على المكتب. طيب احنا كده خلصنا شرح على السبوره. انت متخيل القوه اللي بقت بين ايدك دلوقتي بعد 8 فيديوهات في كورس البرومبت انجينيرنج؟ لو انت واحد كنت داخل الكورس مش عارف اصلا شات جي بي تي او كلود او LLM بيفكر ازاي حتى، فانت بعد 8 فيديوهات بعد ما وصلت لهنا انت عرفت هو بيفكر ازاي، عرفت تخاطبه ازاي وتكلمه ازاي، كمان عرفت ازاي تكتب برومبت مناسب لسيستمز وشركات واي اي ايجنتس، ازاي تبني عقل او تبرمج الاي اي بتاعك، وازاي تطلع من كل ده سيستم او اي اي ايجنت جاهز ان هو يتباع بالاف الدولارات. بس عشان نكمل الصوره 100% ونبقى فعلا مسك الختام، فاحنا لازم نشوف كل اللي احنا شرحناه على مدار الكورس ده في فيديو واحد عملي بطبق لك كل اللي احنا شرحناه قدامك. الفيديو الجاي هيكون على اللابتوب، هفتح معاك الشاشه ونطبق كل حاجه احنا اتعلمناها في لايف ديمو كامل وتشوف كل حاجه وهي شغاله قدامك. لو الفيديو ده فعلا عجبك اكتب لي كومنت وقول لي رايك، وما تنساش تعمل سبسكرايب عشان يوصل لك كل الفيديوهات الجايه. اشوفك الفيديو الجاي اللي هو اخر فيديو في الكورس. سلام.